السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الشباب الجمال، رجعت لكم فيديو جديد، فيديو هنتكلم فيه على ماتشين السبت الممتاز، على ماتش أستون فيلا والسيتي، وكمان ماتش كريستال بالاس وأرسنال اللي خلص ب5-1، وظهور قوي جدا من جبريل خيسوس اللي عاد من الموت، عاد يعني هدفين وهدفين جمال. فقبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا إن شاء الله لايك وشير وسبسكرايب، واحد دلوقتي على التحدي بتاعنا 1000 متابع من نهاية السنة، ويلا نبدأ الفيديو بتاعنا. هنبدا الشوط الاول بضغط عالي قوي من نادي استون فيلا. اول دقيقتين او اول دقيقه ونص جالهم فرصتين، وجالهم كانوا قربوا على الفرصه الثالثه لولا تالق من اورتيجا، بس حرفيا هم هدفين ضايعين من نادي استون فيلا اللي كانوا ممكن يبداوا النتيجه تبدا من اول دقيقه 1-0 لاستون فيلا، كان هتبقى تقدم عالي قوي وسريع قوي على نادي السيتي، بس تالق من اورتيجا هو اللي خلى اللي الهدفين ما يدخلوش. اللي بيلعب اساسي على اندرسون الماتش دوت، بس السيتي اللي قدر يطلع من الضغط ده ويرجع استون فيلا في الاماكن بتاعته او في الثلث الاخير بتاعه، ويلعبوا على الهجمه المرتده ويلعبوا على الدفاع. وكمان شفنا نص ملعبهم كانوا راجعين ازاي في نص ملعبهم ومجبرين اللي هم يرجعوا. السيتي عملت استحواذ على الكوره، بس يعني ما اعرفش ليه الاستحواذ بتاعهم بيبقى رخم اول الدرجه دي. انت خليت الفرقه اللي قدامك تلعب على المرتده، وعشان بعديها ب 16 دقيقه على طول في الدقيقه 16 من ضغط السيتي نشوف استون فيلا يعمل تحول عالمي بالكوره وسريع قوي من 4 لمسات او 3 لمسات. 3 لمسات كانوا وصلوا قدام الجون والرابعه كانت في الجون. صراحه يعني تيليمانس عمل كوره او عمل باصه ضرب بيها الوسط والدفاع بتاع السيتي بطريقه جامده جدا، والباصه كانت شكلها تحفه، وهو اصلا تيليمانس متخصص في الباصات ديت. انت حرفيا طلعت كل لعيبه السيتي من الكوره، ووصلت وصلت داروين وروجنز الاثنين قدام الجون بباصه، يعني باصه سحريه زي ما احنا بنقول، باصه عاليه قوي عشان يسجلوا الهدف الاول من تحول سريع وعالمي ومتقن معمول بطريقه لا يعني تحول سريع وتحول رائع من نادي استون فيلا. وكانت كمان السيتي كانت ماسكه الكوره قبل الماتش، قبل الجون وبعد الجون كانت هي اللي ماسكه الكوره، بس للاسف استحواذ بدون فعاليه بدون خطوره على مرمى استون فيلا. تقريبا هم ما راحوش بهجمه واحده الا اللي هي بتاعت هجمه فودن اللي هو عمل 1 2 وشاط الكوره، غير كده ما كانوش قادرين يوصلوا. شوط سيء جدا، استحواذ لنادي السيتي بس شوط سيء منهم، اللي هم مش عارفين يجيبوا جوان يعملوا فرص. كل الكوره اما تجيلي العب على جريليش، اشوط، ارفع له الكوره، كل ما الكوره تجيلي ارفع له الكوره هو يتصرف، تحس ان هو بيلعبوا على ميسي. في ايه يا جدعان؟ هو ما فيش غيره. حاول شوطه واثنين وثلاثه بس كلهم بره المرمى. حتى الباصات بتاعته لما كان يجي يباصي كان يباصي جنب اللاعب اللي جنبه، ما كانش عنده الحلول الكافيه اللي انت تلعب عليه شوط كامل لوحده. فبجد كانت حركه غلط قوي من لعيبه السيتي اللي هم كلهم بيركزوا على لاعب واحد بس، ودي حاجه غلط جدا. وكمان شفنا في اخر الشوط تحول سريع برضه، كانت هتيجي جون من لعيبه استون فيلا، بس لولا اللي هي طلعت بره كانوا ممكن يطلعوا من الشوط الاول متاخرين ب 2-0 بدل 1-0. يطلع السيتي متاخر ب 1-0 في الشوط الاول ونخش. بس الشوط الاول كان قبل ما نخش الشوط الثاني، الشوط الاول كان فيه تنظيم جامد جدا من دفاعات استون فيلا، دفاع مميت على الكوره. السيتي اللي مش عارف يفك الدفاع دوت، كل ما الكوره تجيله يلعب على جريز زي ما احنا قلنا، من كتر ما هو ما عندوش حلول فمش عارف يعمل ايه. اللعيبه واقفه عماله تباصي استحواذ على الكوره، باصيه كتير، بس للاسف هو ما فيش دخول، ما فيش فرص، ما فيش هجمات. كل ما الكوره تيجي يلعب على جريليش. فلا بجد السيتي ضايعه السنه دي، ضايعه ضايعه ضايعه، وجوارديولا مش عارف يعمل ايه معاهم. وكمان السيتي اللي ما كانش عندها حلول غير جريليش، وقعدوا شوط كامل يلعبوا عليه. كنا بقول لك دلوقتي لو انت عايز تكسب السيتي لازم تلعب على التحولات ولازم تعمل دفاع منظم، لان هم انت بتلعب قدامهم دفاع منظم، ما بيعرفوش يعملوا فرص، ما بيعرفوش يخلقوا اصلا فرص نهائي، ما بيبقاش لهم خطوره. فاي حد عايز يكسب السيتي لازم يعمل الحركه ديت، لو يلعب على التنظيم الدفاعي والتحولات، وصدقني هتكسب السيتي بنسبه 100%. وكمان شفنا روجنز في الدقيقه 64 الهجمه، وكمان بدأ الهجمه وهو اللي نهاها وسجل الهدف. بجد روجنز عامل شوط او عامل مباراه رائعه جدا جدا جدا، اذا كان هو ولا تيليمانس اللي كان بيعمل تمريرات خرافيه. وكمان شفنا السيتي كانوا بيلعبوا حرفيا اللعيبه وهي ميتين،
يعني اللعيبه ما عندهاش اي امل في العوده، ما عندهاش امل ان هي تسجل اهداف، ما عندهاش امل ان هم يخلقوا فرص، ما عندهمش امل في اي حاجه. هم بيلعبوا تقضيه واجب، عايزين نخلص الماتش 90 دقيقه ونطلع، ما فيش اي تحول، ما فيش لاعب يقدر الفريق يتشال على يشيل الفريق زي هالاند. هالاند مش من نوعيه المهاجمين اللي هو الفريق واقع فانا اقدر انقلك او اقدر اشيل الفرقه على كتافي واطلع بيها، لا. هالاند مش اللي هو المهاجم دوت. هالاند المهاجم اللي لما الفرقه كلها تكون جامده هو يبقى جامد زيهم، لان هم هيصنعوا له فرص وهيخلوه يوصل للمرمى. انما الفتره اللي فاتت هالاند كانت بتجيله كور من يعني قدام الجون يحطها بره وتتقطع منه، يشوطها في ايد الحارس. فبجد هالاند مش ده المهاجم اللي يقدر يخلص لك الفرص ديت. بجد هالاند الفتره اللي فاتت سيء جدا، بيلعب شوط كامل من غير ولا شوط، من غير ولا تسديده على المرمى. فتخيل مهاجم اصلا ما عندوش ولا تسديده على المرمى، دي كارثه من كوارث الزمن. شفنا ازاي في الاخر خالص السيتي فودن قدر يسجل جون، وهو من اللعيبه اللي كانت تستحق اللي هو يسجل جون، لان من اكتر اللعيبه اللي كانت بتجري وبتلعب بروح في الملعب، فهو يستحق الهدف اللي هو سجله ده. شفنا ازاي السيتي خسرت 2-1 من استون فيلا. استون فيلا اللي دمر السيتي ودمر جوارديولا، وعمل هو السيتي استون فيلا عامل اداء حلو الفتره الاخيره حتى في دوري الابطال. بس السيتي حاليا مفيش، السيتي مش موجوده. انت اي فريق صغير دلوقتي بقى عايز يكسب السيتي بيكسبه. السيتي بقى فريق مدمر، الهيكل بتاعه مدمر على الاخر. وبيب جوارديولا لا حول ولا قوه، من اسوأ فترات بيب جوارديولا مع كل الفرق اللي هو دربها دي، اسوأ فتره في حياته مع كل الانديه. واقف على الخط، هو مش عارف يعمل ايه. يعني هو اصلا مش عارف يعمل ايه، مش عارف ينزل مين. في حاجه غلط، يعني في حاجه غلط في الفريق ده من اول الموسم. اكيد مش رودري هو اللي عمل فيه كل ده يا جدعان، في حاجه غلط. نروح بقى لتليمانس اللي كان عامل كور فشيخه بمعنى اصح، الواد كان بيباصي باصات ايه ده. ودوران المهاجم اللي سجل هدف، بجد برضه لاعب جامد قوي قوي، لسه 21 سنه. بجد هيبقى موهبه كبيره جدا، واستنوه في فرقه كبيره الموسم دوت، في اخر الموسم دوت او بدايه الموسم الثاني. بجد لاعب عالي قوي. وروجنز اللي صنع الهدف وعمل مباراه كبيره جدا جدا وقدر هو يسجل هدف. فودن اللي كان عامل برضه ماتش كبير وقدر هو يتوج المجهود بتاعه ده بهدف، وهو بصراحه كان يستاهل هو يسجل الهدف دوت، لان هو عمل ماتش كبير جدا. نبدا في ماتش ارسنال وكريستال بالاس. نبدا الشوط الاول قوي جدا 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 من الفريقين اللي نازلين بشراسه هجوميه جامده جدا. نشوف في اول ربع ساعه 3 اهداف، جول من جبريال خيسوس في الدقيقه 6، وبعديها اسماعيل لصار يرد عليه في الدقيقه 11 عشان جبريال خيسوس تاني يعني يحط الارسنال في الصداره ويسجل الهدف في الدقيقه 14. التحول كبير قوي لخيسوس، لو فضل على كده يبقى اساسي بنسبه 100%. اصلا احنا عمالين نعاني من ارسنال، عماله تعاني من مهاجم، عايزين مهاجم عايزين مهاجم. فانت بجد لو كملت على كده انت اللي هتمسك المهاجم لا محاله. انت الاداء اللي انت عملته الماتش دوت جامد جدا جدا جدا. وكمان شفنا ربع ساعه عاليه قوي من الفريقين بدايه المباراه، والفريقين بيلعبوا بسرعه جامده جدا. الماتش ما بيوقفش اساسا، حرفيا شوط اول صواريخ. العيال مركزه جدا، بيلعبوا جامد جدا، الشوط سريع قوي بجد. كانت شوط عالي قوي 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 قوي. كمان شفنا الهجمه بتاعت ارسنال اللي قدروا يسجلوا منها الهدف الثالث. جبريل خيسوس يصنع الهجمه، او مش يصنع الهجمه، تضيع منه. هو كان عنده فرصتين ورا بعض اللي هو يسجل الهاتريك، بس للاسف الدنيا كانت منحاسه معاه، والحارس يصدها وتنزل لهافرز اللي يسجل الهدف الثالث عشان يبقى 3-0 او 3-1 لارسنال. ارسنال اللي عمل كل حاجه في الكوره الشوط الاول، وبعدين بدايه حلوه من كريستال بالاس، وبعد كده ما شفناهمش تاني. يعني مش نفس البدايه اللي هم بداوا بيها، هم كانت بس فرحه البدايات. حرفيا شوط من اكتر الاشواط السريعه اللي انت ممكن تتخيلها في الحياه، شوط رائع، شوط جميل جدا من الفريقين. عشان نخش الشوط الثاني، شوط اقل في الاداء من الشوط الاول. كريستال بالاس اللي كان سيء في الشوط الثاني، اسوأ بكتير قوي من الشوط الاول. الشوط الاول كان حلو من الفريقين. وعلى الجانب الثاني ارسنال اللي كانوا في حاجه غلط في الشوط الثاني. كريستال بالاس ما عملش الهجمه واحده في الشوط الثاني. ارسنال اللي قدر يسجل ما كانش عامل احسن اداء في الشوط الثاني. الشوط الاول كان رائع من الفريقين، بس ارسنال قدر يسجل هدفين في الشوط الثاني عشان تطلع النتيجه 5-1. نتيجه تقيله قوي من ارسنال، وبرضه قدروا يسجلوا من الركنيات. فبجد ارسنال عامله خط احمر ليها السنه دي، بجد بقالهم فتره بيلعبوا حلو. ورجوع جبريل خيسوس لو كمل بالاداء ده هيبقى نقله كبيره قوي ليهم، وهم محتاجينها. هم محتاجين مهاجم يعني
بفارغ الصبر. فانت لو رجعت بالطريقه ديت انت تلعب اساس على ناس كتيره قوي. نخش بقى للافضل. ماتيتا اللي كان عامل ماتش حلو جدا، وشفناه في كذا هجمه بيضغط ويقدر يخلط دفاع ارسنال بغلطات كارثيه، بس هم ما قدروش يستغلوا الفرص ديت. شفنا كمان جبريال خيسوس اللي عامل ماتش عالي قوي، وحرفيا قدر يرجع من الموت زي ما احنا بنقول. وكمان شفنا ديفيد رايا اللي عمل تصديات وعمل كذا تصدي، قدر اللي هو يحافظ على المرمى بتاعه ما يدخلش فيه الهدف واحد، مع ان هو كان ممكن يخش فيه اهداف اكتر من كده، بس بعد التألق اللي هو عمله قدر اللي هو يطلع بجون واحد بس في الشباك بتاعته. وبكده يا صديقي يبقى خلصنا الفيديو. من عشان لايك والشير والسبسكرايب تحت اللي هو على التحدي بتاعنا 1000 متابع من نهايه السنه، وسلام.